بونجورين بونجورين معزفين معزفين بكرة أونلاين. بس بكبسة زر فيكن توصلوا لنا وين ما كنتوا عبالكم تشاركوا بهذه الحلقة أو إذا عندكم أسئلة أو أي استفسار. بكرة أونلاين أنا والمستشار بالإعلام الرقمي علي شحادة. صباح الخير علي. صباح النور زافن، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. ما فيك تتأكد اليوم إذا أنا حقيقي ولا مش حقيقي. هلا بدنا نشوف. هاي قوية منك. علي، اليوم موضوعنا لما الذكاء الاصطناعي يدخل حتى على صناعة الأفلام الإباحية، على البورن اندستري، وبنعرف إنه هذا موضوع كتير كبير. العنوان هو ديب فيك. عن شو عم نحكي؟ أوكي، تبسطها كلياتنا سامعين بفكرة إنه هيدا الفيلم مركب أو هيدا ركبوا له صورة. هيدا المبدأ سامعينه يعني بكتير مطارح، إن كان عن شخصيات مشهورة أو حتى ناس عم تتسلى بتحط وجهها على صورة حدا تاني أو هيك. هلا الديب فيك هي هيدي التقنية، بس شو الفكرة من وراها؟ شو الفكرة؟ ليه هلا بلشنا نخاف منها؟ لأنه لحد هلا إذا كان بدي أنا أحط وجه شخص على جسم شخص تاني، كان بدك خبراء بمجال يعني الخدع البصرية، ناس دارسة برامج معينة لتطلع يعني شيء بنقدر نحن نشوفه عن جد نصدقه. اليوم التقنية عم تبلش تسمح لمين ما كان يعمل هيدا الشيء، والديب فيك تحديدا حتى اللي بينخاف منها هو مش بس الصور، الفيديو. لأنه اليوم صار أنت فيك تعمل فيديو تغير وجه الشخص بهيدا الفيديو ليبين أنه هو شخص تاني، وما ينعرف بسهولة أنه هيدا الفيديو مركب. فتخيل أنه أي إنسان مين ما كان بتليفونه بكبسة زر يصير يقدر يعمل هيدا الشيء. فهي وحدة صراحة من أكثر التقنيات المخيفة حاليا بعالم الذكاء الاصطناعي. يعني خليني أرجع أحكي. أول شيء عم نحكي عن موقع أو عن ابليكيشن أو عن نحن عم نحكي عن اختراع في منه مواقع ابليكيشنز. يعني هي تقنية تسمى، منه شيء معين. تقنية اسمها تقنية الديب فيك. كيف مثلا تقنية تعديل الصور، نفس الشيء. فحيكون في تطبيقات ومواقع بتحقق هذا الشيء. يعني مش إنه في deepfake.com هو موقع، هي اسم التقنية. اسم التقنية يا هلا بتفوت ديب فيك لتشوف فيديوهات مركبة، بس هو اسمها تقنية ديب فيك اللي بتسمح لأي شخص بسهولة انه يغير وجه شخص تاني بفيديو معين. وبالعربي عم بسموها التزييف العميق. تزييف العميق يعني هي جاية من نفس الكلمة الإنجليزية، اللي هي الفكرة تبعها هي انه بتجيب فيلم إباحي او بيكون في عندك أي فيلم زبان. هلا أنت عم تقول إباحي، فكرة الديب فيك بالموفيز بيستعملوها، بس هي خطورتها مثلا بالافلام الاباحيه. ديب فيك مش ضروري يعني بس تكون قصص الاباحيه. لا ديب فيك التقنيه انه نحن بناخذ وجه حدا بنركبه على وجه حدا تاني. يعني بافلام ستار وورز مستعملينها ليجيبوا ممثلين قدام. نحن اللي بنخاف منه من ناحيه البورن هي الديب فيك بورن، يعني الافلام الاباحيه المستخدمه بتقنيه الديب فيك. إذا بدنا نحكي عن الديب فيك بورن، وقتها عم نحكي إنه أنت بتجيب فيلم إباحي معمول، وبتطلب من الابليكيشن إنه تشلك راس الممثلين وتحط لك أشخاص تانيين أنت بتسميه لمين. 100%. فنحن فينا نجيب فيلم جاهز، فينا حتى إذا حدا بده يعمل فيلم جديد وقريبا رح يصير فيك حتى من مشي تخلق هيدا الفيديو. بلا بس حاليا بتجيب الفيديو وبتغير وجه شخص لوجه شخص تاني، وهذا شخص فيه يكون مين ما كان انت عندك صورته. وفيك ما تلاحظ انه هيدا فيلم مركب. يعني حسب التقنية المستخدمة حاليا بعده هين انه يبين مركب، الا اذا خبير عم يشتغل فيها. برجع بقول انه نحن ما منخاف انه الخبراء يقدروا يعملوها، نحن منخاف انه لما تصير هيدي التقنية بين ايدين العالم. حاليا الادوات الموجودة بين ايدين العالم منا واقعية بالشكل الكافي. يعني بنقدر نحس انه في شيء غلط الفيديو مركب،
بس رح يجي نهار منه كتير بعيد انه حتى هو يبطل ينعرف. يعني انت يمكن تشوف الفيديو وتنسى انه منه مضبوط. يعني مثل الفلترز شوي انت يعني كأنه فلتر بورن هيدا على الانستغرام شوي فكرة. يعني هو عم يشيل صورة وجه حدا وعم يحط صورة وجه حدا تاني. يعني مش هي الفكرة انه انت تصير تقدر تعمل هيدا الشيء باستخدام صورة اي شخص. مش ضروري مش النجوم فلتر. يعني مش الفلتر انت ضروري بتطبقه على صورتك انت. يعني مش ضروري النجوم بس تستعمل. يعني هو مش انه التقنية بس تعرف صور انه النجوم او وجوه النجوم، فيها تعملها على لا لا، اي صورة اي حدا فيك انت تجيب فيديو وتركب هيدي الصورة. يعني حتى ما بدك فيديو لحتى تعملها. نعم. يعني وهيدا بتطرح الأسئلة، يعني كل الأسئلة عن شو الحقيقة، شو الأخلاقيات، شو الحقيقة، شو الخيال. لأنه أنت إذا شفتها على موقع ديب فيك بورن فيك إنه تكون متوقع إنه والله هيدا مش حقيقي، بس في حدا يشيل هيدا الفيديو من الموقع الإباحي ويحطه على الواتساب وتعا قنعوا إنه هيدا صحيح أو مش صحيح. 100%. يعني الناس، يعني هول الفيديوهات إذا انتشرت بين العالم خارج موقع معين رح يبين، رح يبطل ينعرف. يعني في ناس ما حتعرف، أكيد رح يصير في مشاكل. اوريدي بلش يصير في مشاكل بين يعني مشاهير بالعالم على هيدا الموضوع. وفي ناس عم تضطر انه هي تقول انه هولي مش نحنا ومش نحنا منزلينهم، مثل شو مثلا في ممثلين عم يبطلوا يشتغلوا معهم. عرفت؟ يعني هو هون ما الخوف منه. مثل شو مثلا في هي يعني كتير انحكى بهذا الموضوع من وراء قصة يوتيوبر، يعني ما فهمت شو صار بالضبط، بس هي شو الخبرية؟ هلا مؤخرا اكثر شيء انحكى بالموضوع كان في ستريمر على موقع اسمه تويتش. هو عم يعمل ستريمينج، عم يحكي مع العالم. هو ستريمر شهير، يعني عنده متابعين كتار بالملايين. هي شو يعني ستريمر؟ اول شيء خلينا وعم يفرجي شاشة الكمبيوتر. بالغلط بيّن انه هو عنده فيديوهات لستريمرز تانيين بنات كمان مشاهير عم يعملوا سكس. هلا كل هول الفيديوهات هي منا فيديوهات حقيقية. يعني هول طلع هو بيجيبهم من موقع ببيع فيديوهات لمين ما كان. يعني انت بتقول له بدي فيديو سيلين ديون عم تعمل سكس، بدي فيديو جينيفر انستون. ولانه هول البنات هن كتير مشاهير بعالم التويتش ستريمينج، كان في إلهم فيديوهات كمان هن لا ممثلين فيها ولا حتى كانوا عارفين انه هول الفيديوهات موجودة. وطلعت القصة انه كيف هو عنده هيك شيء وحرام. البنات يعني واحدة من اللي كانت فيها بيه الصور يعني حست، نزل الفيديو عم تبكي لأنه كان أول شيء موضوع كتير غريب. يعني في حدا كمان مشهور عنده الصور لإلها، ومش صور، فيديوز عم تعمل سكس وهي منا عملتهم. في وطلع حضرهم. صارت حتى تقول انه شو ذنبي انا، انه انا كل اللي عملته عندي انه انا عم بطلع اونلاين، ليه ليكون في ناس حتى عم تعمل مصاري، مع انه هيدا كان اخر همها. بس فكرتها انه ليه انا يلي بكل اختياري ما قررت روح اعمل بورن، عم بعمل شي تاني لحتى يجي ناس ياخدوا وجهي ويحطوها على بورن ويجرسوني ويطلعوا علي اخبار. يعني عم وكمان عم يستفيدوا على ظهري بالمصاري، عم يستفيدوا على ظهرها من دون اسمها. يعني هيدي يعني محاربة هيدا الموضوع فيها تكون من باب انه مش من ولا مش انه ولا حطوا لها صورها عم تعمل سكس، من باب انه استعملوا لها صورتها من دون علمها لا يعملوا فيها مصاري. ايه يعني قانونيا في كذا طريقة. وانا بعتقد يعني قصة المصاري هي أكتر شيء رح تأثر على المشاهير أكتر. يعني هذه التقنية كمان اليوم فيها تستخدم لتعمل مشاكل بين العالم. يعني في استخدامها لخليك تفكر بقصص إنه مرتك عم تخونك. هون بطل المصاري، بطلت حتى موضوع. يعني بس من ناحية خصوصا الناس المشاهير، لأنه بالنهاية مين بده يدفع مصاري حق وجه شخص معين إلا إذا كان مشهور؟ عرفت؟ فهون الفيديوهات للمشاهير يلي كمان عم يطلع مصاري على ظهرهم. هلا في ناس بتقلك ما بكره بيصيروا يفوتوا بيقولوا لنا انه استعملوا وجهنا هيك فينا نقول انه فيك، بس خدوا استعملوا الوجه تبعنا بيطلع لنا نحن مصاري. يمكن المشاهير ينبسطوا، شو بعرفك، لانه فيهم يقولوا انه فيك وبنفس الوقت فيهم يعرفوا يطلعوا مصاري من على ظهر.
بعدين الاحتمالات يعني فيها تكون جنونية، انه انت مين مع مين عم بتحط، يعني فيها تكون يعني صار كتير فيك شغلة تخترع مرضية. اي فيلم بورن بدك تفكر فيه صار فيك تخترعه وتعمله. و هلا لانه حيجي نهار حتى ما فيك تطلع مصاري من وراها، لانه مين ما كان في يعمل هيدا الفيلم. بس بس هلا هي نحن بتصير بهيدي هيدي عم المرحله. تعملها انت بسبيل التسلية، يعني مثل ما صار في نشرات اخبار هزلية وسخرية، كمان في يصير بكرة انه في افلام بورن هزلية وسخرية، انه هيك لنتسلى لنشوف نتخيل ولا هالشخص المشهور كيف بيعمل فيلم بورن. 100% يعني حيكون بدل ما انت يعني شخص بفوت وبيفتش على شيء معين، ببطل بيفتش، بصير بيطلب هيدا الشيء والكمبيوتر بيعمله مثل ما هو. طالما الافلام يعني بمعزل عن البورن، طالما افلام كمان صارت عم تستعمل تقنية الديب فيك لتعمل مظبوط. كاركترات مش موجودة، صور او فوتوغرافية. يعيدوا احياء ممثلين، يعني مرات بيبقى في 5 ثواني بدهم يجيبوا ممثل. 100%، او صور فوتوغرافية. يعني بعتقد هيدي اخطر شيء. يعني نحن تعلمنا بالجامعة انه ما في شيء اصدق من صورة فوتوغرافية. اليوم فيك تخترع صورة فوتوغرافية بالذكاء الاصطناعي، تقول له والله صح. بدي فلان مجتمع مع فلان تحت السنديانة وعم ياكلوا شو بعرفني خروف، في طلع لك الصورة الفوتوغرافية صح. بتقنية فوتوغرافية، وما تعرف انه هيدي مش ما صورة تعرف. عن جد. يعني عن جد نحن جايين هلا على، اذا بدك، زمن رح يغبش فيه كليا الخط بين الحقيقة والمش حقيقة. رح يغبش، حنبطل عارفين. يعني اي شيء انت بتشوفه، وانا من زمان بقول هيدي، من سنين انا اطلع على اعمل فقرات عن السوشيال ميديا واقول انه اي شيء بتشوفوه اونلاين هو مزيف حتى تثبتوا العكس. يعني كل شيء بتشوفوه ما تصدقوه. واليوم هيدا الشيء عم يبين اكتر واكتر، وراح تصير عن جد الصورة، راح يصير الفيديو منه دليل والصورة منها دليل. فكيف رح نتعايش مع هذا الموضوع ما بعرف. مع انه علي، هي كل فكرة الاونلاين وهالبلاتفورمز والاعلام الجديد هو لانه يعني انطلق، غير انه قصص الحرية، انطلق من انه المينستريم صار كتير يعني مسيطر عليه، بدنا مساحة من الحرية ومساحة من الانفتاح. وإذا تبين انه لا، هيدا يعني يا محلى بس هن الكذب. امور، يعني انا بالنسبة لي هن يعني بالنهاية الاونلاين هو وسيلة، إذا بدك ميديوم، يعني وسيلة إيصال. بس إنه الذكاء الاصطناعي هي أداة تانية، يعني ما إلها علاقة إنه هيدا أثر على هيدا صار يستخدم بهيدا الشيء. فإيه يعني أكيد في كتير أحاديث هلأ ضمن الشركات الكبيرة، يعني هولي مواضيع عم تنطرح بشكل كتير ضخم هلأ، إنه كيف، شو هي مسؤوليات، شو هي أخلاقيات انه نعطي هيدي التقنيات للعالم. في ناس ضد، زمان في ناس خبراء تقنيين بيطلعوا على الملأ، وانتبه هولي خبراء تقنيين، خبراء علماء مهندسين، ما عم قول عن مين ما كان، هن عم يقولوا نحن كبشرية أحسن لنا ما نعطي الذكاء الاصطناعي للناس. في خبراء ضد هيدا الشيء، وبفهم هيدا الشيء، بفهم، لأنه عن جد هي مثل القنبلة الذرية. يعني اليوم عم تعمل تقنية في عندها قوة كتير ضخمة، عم تعطيها للناس. فهيدا في كتير خوف منه. مثل ما الانترنت يعني لما انفتحت للكل طلع فيك ايه نيوز، بس طلع هيت سبيتش. 100%. بس هيدا ضرب مليون. يعني الانترنت كل شيء عملته انه وصلتك، ايه سهلت بعض الامور، سرعت بعض الامور. بس اليوم عم تحكي على شيء، يعني اذا الانترنت كان تأثيرها 10 عم قياس اختر، هيدي تأثيرها 100 عم قياس الاي اي. ف في انا بعتقد رح يجي، يعني ما في مهرب من انه يصير الذكاء الاصطناعي مقونا، يصير في بمنظمة عالمية بتحد انه مين في يعمل شو بالذكاء الاصطناعي. يعني ما انه شيء مثل اليو ان، في قوانين، اكيد رح يصير في قوانين دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وحتى استخدام وتخزين البيج داتا. يعني كيف هلأ في قوانين دولية للحروب وهيك، رح يصير في للذكاء الاصطناعي كمان.
شكرا لك علي شحادة. لقيت تعليق أو سؤال بخصوص هذه الحلقة أسفل الشاشة. إلى اللقاء. بونجورين مع زفان بكرة أونلاين. صوت كل لبنان.